السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم طبختنا بتكون عبارة عن مكبوس الدياي. أكلة جميلة ولذيذة وسهلة جدا. أول خطوة ناخذ لنا حبة بصل ونقطعها قطع صغيرة، وقطعنا البصل وهذا الحجم المطلوب، ونجهز 4 فصوص ثوم مهروس، وناخذ البصل ونحطه في طاسة صغيرة وننزل عليه الثوم، وهذا جدرنا، وننزل فيه البصل والثوم وزبدة. أهم شي الزبدة لين ما يتحمر ويتشوح، ونحرك شوي شوي على نار هادية. ومن يتغير لون البصل ننزل الدياي، وننزل على الجدر كمية مناسبة من الماء، ونبدأ بتنزيل بهارات الدجاج، البهارات المعروفة الكاري والكزبرة وغيره، وإذا حاب تضيف شي من عندك تقدر تضيف. نسكر الجدر ونجهز قطع الفليفلة. طبعا البعض يستغرب ليش في كل أكلة الفليفلة موجودة. أنا إنسان أحب الفليفلة، والفليفلة جميلة وصحية. من بعدها نقطع لنا حبة جزر قطع صغيرة بهذا الشكل. بعد ما جهزنا الفليفلة والجزر نجهز حبات البطاطس ونقطعهم قطع صغيرة أيضا. وهني جهزت المكونات ونحطهم في جدر وعلى نار هادية. وعينك على الدياي ما شاء الله. ناخذ الدياي ونحطه برا الجدر حتى نجهز الجدر حق العيش. طبعا ناخذ الدياي مع شوية سمن ونقليه على المقلة، وننزل على الخضروات شوي من تتبيلة الدياي، ونتأكد ان العيش جاهز ونضى وهذا شكله في ماي الدياي. ونجهز الزبيب، ومن بعدها نجهز الكاجو. وهذه صينية العيش نزلنا العيش فيها، وهني نزلنا الدياي، ومن بعدها ننزل الخضروات على جوانب الصينية. وهذا البصل اللي كنا حاطينه في البداية مع الدياي ناخذه ونحطه في طاسة. والزبيب جهز، والكاجو أيضا جهز. وبالعافية عليكم. اعطوني رايكم ولايك وسبسكرايب، شكرا لكم.